برج الحوت. الو. القراءة دي هنركز على الشخص اللي بتفكروا فيه، نشوف هو احساسه ناحيتكوا ايه وشايفكوا ازاي، ايه نوايا الفترة اللي جاية بخصوص المواقف اللي بينكوا. يا تكون قراءة عامة، مش شرط انها تنطبق على الناس كلها. اذا حابين قراءة خاصة الايميل بتاعي في description box. الطاقة بتاعت القراءة دي بالنسبة لبعض الناس ممكن تكون already حصلت، بالنسبة لناس تانية ممكن تكون بتحصل او لسه هتحصل. خلينا نشوف التارو هيقول لنا ايه. Please tell me what's coming forward towards Pisces regarding the situation with the person on their minds. Tell me about this person's thoughts and feelings and actions towards Pisces in regards to the situation between them. Last shuffle. One more for the person on Pisces' minds. انا شايف ان الشخص ده بيوظف كل آه، عناصر الموقف اللي بيحصل بينكو لما يخدم اهدافه. خليني اقول ان الشخص ده ريسورسفول قوي. مبدئيا هو بيعرف يستعمل كل الاليمنتس او كل التولز الموجوده عنده، كل العناصر اللي يقدر يستعملها فيما يتعلق بالعلاقه بينكم بيستعملها. أم... قولوا زي ما انتوا عايزين. من ضمنها على سبيل المثال ممكن يكون بيحطكوا في جيلت تريب او رحله احساس بالذنب. من ضمنها ممكن يكون الشخص ده بيبعد عنكوا بس بيحسسكوا ان هو البعد ده مقنن. من ضمنها اوقات ممكن يحسسكوا ان هو بيفكر فيكوا حتى لو هو يدوب ما بيعملش اي حاجة غير بس مجرد ان هو يعني متواجد في حياتكوا اسما. اوكي. ف اللي انا حاسه ان الشخص ده ما بيعملش اي حاجة، بس في نفس الوقت بيبان قدامكم ان هو ممكن يكون بيعمل حاجات كتير قوي، بس هو اكشن ما بيعملش اي حاجة. انا شايف ان هو بعيد، انا شايف ان هو معتمد عليكم اعتماد كلي في ان انتوا تغيروا الموقف. انا شايف ان هو ممكن يكون من وقت للتاني بيفتكركوا، بس بيفتكركوا بما يتماشى مع اهدافه الشخصية، مع بلاناته، مع خططه، مع آه، اهدافه. yeah. فاذا كان وجودكم بيتعارض مع اهدافه فهو هيتصرف على الاساس ده، اذا كان وجودكم بيتماشى مع اهدافه برضه هو هيتصرف على الاساس ده. في جميع الاحوال الشخص ده انا شايف ان هو زي ما قلت لكم في البدايه بيوظف التولز او الادوات المتاحه له بشكل عملي جدا، بشكل مش عملي، بشكل ريسورسفول، بشكل ناجح، بشكل في ذكاء. فلا اقدر اقول ان الشخص ده ذكي مش غبي. حتى هو بيبعد هو ذكي، حتى وهو بيعتمد عليك ويلبسكوا في الحيطة عشان تعملوا اللي هو عايزه برضه في ذكاء في الطريقة اللي بيتعامل بيها. حتى وهو بعيد عنكوا، حتى وهو بيفكر في حاجات تانية خاصة بمستقبله مش خاصة بيكوا، برضه بيعمل ده بذكاء. ودي يمكن حاجة من الحاجات اللي ممكن تكون تعجبكوا فيه. I don't know. خليني طيب اشوف هو احساسه ايه ناحيتكوا. ف اذا كان الشخص ده بيبعد عنكوا في الوقت الحالي وما بياخدش اي خطوات ايجابية من وجهة نظركوا ناحيتكوا،
آه هو بيعمل ده بالشكل اللي يخليه ما يخسركوش ستيل، او اللي يخليكوا ستيل بتفكروا فيه. مش عارف الكلام اللي انا هقوله ده له معنى بالنسبه لكم ولا لا، بس ده اللي انا حاسه. يعني اللي انا حاسه ان الشخص ده حتى هو بيبعد، حتى وهو مش يعني مستني ان انتوا اللي تموف اون ناحيته او تاخدوا خطوات ناحيتهم، الا ان هو بيعمل ده بطريقه آه بحيث ان هو ستيل تبقوا لسه بتحبوهم. Universe, please tell me about this person's feelings in regards to the situation with Pisces. خلينا نشوف هو احساسه ايه ناحية الموقف اللي بينكم. هو حاسس ان كل حاجة بينكم مش موجودة actually. خليني اكون صريح معاكم، هو حاسس انه يا الا هو يا الا انتوا، يا الا انتوا الاتنين، مفيش حد بيفكر ان هو يعبر عن مشاعره ناحية التاني، يحاول يصلح الموقف اللي بينه وما بين التاني. في احساس ان انتوا الاتنين بتفكروا بنفس النمط في الكبرياء والايجو. الايجو والكبرياء الاتنين متملكين اوكي عندكم. سمة العلاقة اصبحت اللي هو كل واحد مستني تاني يعمل حاجة ناحيته، انما مفيش حد بيعمل حاجة عشان حد. زي ما تكونوا انتوا الاتنين في الوقت الحالي ما عندكوش الرغبة للمشاعر. آه مش عارف يعني، جايز يكون الشغل مثلا واخد كل الوقت، بس مش الدرجات دي يعني. هو جايز يكون يعني انا شايف ان هو كبرياء الحياة اكتر. يعني في احساس شوية انه الوضع بينكم ما بقاش ناجح على مستوى الحياة اليومية ما بينكم. آم، deeply hurt. انتوا الاتنين نفسيا انتوا الاتنين مجروحين، وفي احساس ان انتوا عندكم شيء من التشاؤم كده في ان الموضوع ده ممكن يحصل فيه جديد، او حتى انه الطرف التاني ممكن يفكر ان هو يعمل فيه حاجة جديدة او يبذل شوية مجهود عشان يغير الواقع ده. انا بتكلم عن احساسه هو ناحية الموقف، فخليني اتكلم عنه. مفيش داعي ان انا اخلط الاوراق، مفيش داعي ان انا اتكلم عنكم، بس انا احساسي ان دي حاجة مشتركة، عشان كده بتكلم عنكم انتوا الاتنين. عموما الشخص ده ما بيبذلش، حاسس ان هو مفيش حاجة ممكن تتعامل فيما يتعلق بالعلاقة اللي بينكم. هو نفسيا مجروح لسه، حاسس ان الامور بينكم مفيش فيها تفاؤل قوي على مستوى العلاقة. في احساس ان كبرياءه is over زيادة يعني. وعلى المستوى العاطفي هو غير سعيد بالمرة، او على مستوى الحب والمشاعر اللي بينكم. في احساس ان هو ما بقاش ده يمكن برايورتي بالنسبه له في الوقت الحالي. يمكن عنده برايورتي اكتر ان هو يهتم بنفسه اكتر من اي حاجه تانية. آم، يمكن احساسه الحاجات اللي انا بقولها لكم دي، هو الترجمه بتاعته كانت ظاهره قوي في الاوفرول انرجي، ان هو فعليا يفكر بشكل ممكن يكون متمسك اكتر او متعلق اكتر باهدافه هو الشخصيه، في حين ان هو بيتخلى عن في احساس بالتخلي في العلاقه بينكم. بس هو ستيل هو بيعمل ده بطريقه يعني آه، بطريقه ذكيه. اوكي smart. he's being smart. طب هو شايفكم انتوا ازاي؟ Universe, please tell me how's this person viewing Pisces regarding the situation between them. ارجع ولا ما ارجعش؟
طب احبه ولا ما احبوش؟ طب لا 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 انا ما بحبوش. لا لا الموضوع بقى صعب قوي. لا لا انا عايز ارجع. لا لا انا مش طايقاه ولا طايقه وشه اساسا. ده حرفيا ترجمة الورق ده بمنتهى الاختصار. يعني الشخص ده عنده احساس ان انتوا عايزين ترجعوا له. يعني لما بيفكر فيكوا على كبايسز، حكم معرفته بيكوا، يعني هو عارف ان انتوا لن تترددوا في ان انتوا ترجعوا له تاني في العلاقة دي. بس في حاجة متعلقة بالتواصل ما بينكم حصلت فيها مشكلة، جايز تكون مزودة الإيجو عندكم شوية أو مضايقاكوا أكتر، فده بيمنعكم من إن انتوا تكونوا على سجيتكم الأساسية أو تعبروا عن نفسكم بشكل ناتشرال، بشكل طبيعي، بشكل تلقائي. جايز كان في مشكلة بينكم في التواصل، حصلت مشكلة بينكم في التواصل مضايقاكوا قوي لسه، فبتغطي على رغبتكم الحقيقية في إن انتوا عايزين ترجعوا في العلاقة معاهم. مضايقاكوا، حاسين ان الشخص ده ما قدركوش على المستوى العاطفي، وبالتالي حاسين ان هو ما يستاهلش ان انتوا تروحوا له او ان انتوا تدوا له اهتمام. بس هو عارف ان انتوا لسه عايزينه على فكرة. الشخص ده عارف ان انتوا عندكم استعداد ترجعوا له تاني، بس تمنعوا نفسكم نتيجة لظروف الموقف. اوكي. يا طب هو ايه الاكشنز اللي هياخدها ناحيتكم الفترة اللي جاية بخصوص المواقف اللي بينكم ده؟ Universe, please tell me what's the most expected action this person will take towards Pisces regarding the situation between them in the near future. Come on, give me something nice بقى يعني. Ah, all give me something nice is giving me death. What the hell? Ugh. بصوا هو لسه نفسه هقول لكم ايه، بس الشخص ده فعليا عايز العلاقه بينكم تستمر. بس اذا العلاقه دي انتهت بينكم فهي بتنتهي بسبب البعد على فكره. عشان اكون واضح معاكم برضه، اوكي. انما هو على المستوى الشخصي الشخص ده عايز العلاقه دي تستمر. بس كمان هو عنده احساس ان انتوا ممكن تكونوا بعدتوا عنه اوريدي، وده بيثير فضوله في بعض الاوقات. يعني هو في بعض الاوقات ممكن يكون عنده فضول ان هو يعرف انتوا بتعملوا ايه. انتوا خلاص كده بعدتوا خلاص مش عايزين تشوفوا وشه تاني يعني، ولا في امكانية ان انتوا ترجعوا لبعض تاني؟ لان هو اللي انا شايفه ان هو عنده فضول انه يعرف اذا كانت العلاقة بينكم انتهت ولا لسه فيها استمرارية. وخلي بالكم اللي انا بقوله ده، هو عنده فضول ان هو يعرف اذا كانت العلاقة بينكم انتهت ولا لسه هتستمر. كلام واضح. يعني واضح ان العلاقه بينكم اوريدي الموضوع معلق. يعني ملخص اللي انا عايز اقول الموضوع بينكم معلق. يعني انتوا تقريبا اللي هو في مرحله اللي هو احنا سيبنا بعض ولا لسه ما سيبناش بعض؟ طب انا ممكن ارجع ولا خلاص كده؟ يعني انتوا فاهمين قصدي. الشخص ده في الحاله دي في السيناريو ده اللي هو الراجل مش عارف راسه من رجله اساسا. مش عارف انتوا لسه موجودين ولا انتوا سافرتوا ولا انتوا مش فاهم بتعملوا فيهم كده ليه يا بايسز؟ ليه كده يعني؟ خليكوا طيبين شوية مع الناس. الراجل مش عارف اساسا هو وشه من قفاه. مبقاش عارف محله من الاعراب ايه اساسا. هو لسه موجود في العلاقة ولا العلاقة دي انتهت؟ هل العلاقة دي هتستمر ولا مش هتستمر؟ ف مم... يا الشخص ده فعليا لسه مش عارف اذا كانت العلاقة بينكم انتهت ولا لسه. اوكي. معرفش ليه كده، بس ده اللي انا شايفه. يمكن هو عنده فضول ان هو يعرف يا ترى العلاقة بيننا انتهت ولا لا، which means ان انتوا اساسا ما بتتكلموش مع بعض خالص. يعني واضح ان انتوا ما اتكلمتوش حتى على بقالكوا فترة طويلة. اولا استنتاجي من الورق ده ان انتوا بقالكوا فترة طويلة جدا ما اتكلمتوش مع بعض. الموضوع اتعمل فيه باوز كده عندكوا فجأة زي السمك. فجأة اتعمل باوز بقى في مرحلة بيات شتوي، السمكة ما بتتحركش. عارفين لما السمك يبقى في مرحلة بيات شتوي يبقى ثابت كده ما بيتحركش ما بيلعبش؟ هو واضح ان هو دلوقتي الكيس السيناريو بينكم دلوقتي في حالة من الثبات كده اللي ملهاش اي معنى موجودة بينكم نتيجة لموقف ما، والموقف ده ما اتحسمش فيه قرار اذا كان انتوا بعدتوا عن بعض ولا لسه.
بدليل ان الشخص ده لسه متخيل نفسه ان العلاقة دي ممكن تكون لسه ليها استمرارية يعني. هو عارف ان هي انتهت، بس هو كمان عارف ان ممكن يكون فيها استمرارية. فهو عنده فضول ان هو يعرف في الوقت الحالي يا ترى احنا علاقتنا فعلا انتهت، بما ان احنا بقالنا فترة طويلة ما بنكلمش بعض وما بنسألش على بعض، فهل الموضوع انتهى خلاص ولا لسه ما انتهاش؟ فالفضول اللي عنده ده معناه ان هو اعتقد ان هو عايز العلاقة دي، بس المشكلة ان هو ما بيحاولش يسترسل في الفضول ده للأسف. و ودي مش حاجة كويسة، بس كمان مش حاجة وحشة يعني. فاهمين قصدي؟ انا بحط نفسي مكانه. يعني هي مش حاجة كويسة ان هو ما يسترسلش في الفضول، لانه في الحالة دي مش هيقدر يعرف راسه من رجله. بس في نفس الوقت هي مش حاجة وحشة، لان هو جايز يكون مش عايز يحط نفسه في الموقف اللي هو يبقى يعني سكت ظهرا ثم نطق كفرا يعني. اللي هو بقاله شهرين او سنتين مفيش حاجة بينكم، وبعدين فجأة بيرجع بسؤال غبي: يا ترى احنا لسه مع بعض ولا العلاقة انتهت؟ فاهمين قصدي؟ بسؤال غبي قوي يعني. ففي احساس ان هو بيحاول يتجنب برضو الغباء الى حد ما. اللي اقدر اقول ان العلاقه بينكم كانت بوز بقى، يعني باك تو سيريس بقى، خلينا سيريس شويه. الشخص ده فعليا عنده فضول يعرف اذا كانت العلاقه بينكم انتهت ولا في امكانيه ان انتوا ترجعوا لبعض تاني، بس في احساس ان هو مش قادر يريزامبل، يعني مش قادر ي... يفعل السؤال اللي عنده ده، او الرغبه اللي عنده ده، او الفضول اللي عنده ده. أم... في احساس ان هو ميال اكتر انه يسيب الوضع كما هو عليه. بس هل هو ده الذكاء اللي التارو بيتكلم عنه في البداية خالص؟ ان هو بيتعامل مع الموقف بذكاء، بيتخلى وبيبعد وبيحطكوا في جيل تريب، يمكن عشان تقعدوا تفكروا في رحلة الإحساس بالذنب، تفكروا بنفس الطريقة اللي هو بيفكر بيها دي. يا ترى الموضوع انتهى ولا لسه ما انتهاش؟ يا ترى الحوت لسه مستنينا؟ يا ترى الشخص ده لسه مستنيني ولا مش مستنيني؟ هو عايزكم تفكروا كده. احتمال يكون هو ده الكلام اللي تارو بيقوله على فكرة، which is making sense يعني it's logical يعني. ده اللي انا حسيته اساسا من البداية، بس انا ما كنتش متوقع ان النهاية تكون مطابقة جدا كده للاوفرول انرجي. واضح ان الواحد بعد كده المفروض يكتفي بالاوفرول انرجي، يعني مش المفروض اكمل كل الورق ده، ضياع وقت على الفاضي بقى في الحالة دي. طالما ان القراءة اوريدي بتكون واضحة من اول 4 كروت، يعني it doesn't make any sense ان انا ازود عليهم كمان 12 كارت يعني، حتى عشان وقتكم. عموما cut the بلا بلا بلا. الشخص ده انا شايف ان هو بيتعامل في الموقف ده بذكاء، ده احساسي الشخصي كان من البدايه. هو بيبعد عنكم بس بيبعد بذكاء، بيرمي عليكم، بيرمي الكوره في ملعبكم برضه بذكاء، ومستني يشوف انتوا هتتصرفوا ازاي. بيضرب ويلاقي يعني، بالامثله المصريه العجيبه اللي بيكون فيها نسبه 99% امثله واو يعني. مش قادر اتخيل كميه الذكاء اللي في الامثله دي بصراحه. بيضرب ويلاقي. يعني يعني ملخص اللي انا قلته ده كله كده، الشخص ده بيضرب ويلاقي فعليا. يعني هو عمل حركه، بس هو الحركه اللي عملها دي هو عشان مستني منكم انتوا رد فعل بقى، مستني يشوف انتوا هتتصرفوا ازاي. اوكي؟ فمستني يشوف. هو ده الفضول اللي عنده، هو مستني يشوف انتوا خلاص نهيتوا العلاقة معاهم فعليا ولا لسه عايزين تكملوا. اوكي؟ دي الاكشن بتاعته. الاكشن بتاعته هو ضرب، يبقى الاكشن بتاعته هو مستني بقى ان هو يلاقي دلوقتي. مستني تو ريسيف باك يعني. اوكي؟ انا شايف برج الاسد. برج العذراء، برج القوس، برج الحمل، برج السرطان، برج الميزان، برج الثور، برج العقرب، جوزاء. دي الابراج اللي انا شايفها. ممكن يكون اي برج تاني، بس مينلي دي الابراج اللي انا شايفها. اوكي؟ انا قلت السرطان اكيد صح؟ سرطان. اوكي. خليني اشوف الرسائل المهمة اللي هتجيلكم من الابراج اللي حواليكم الفترة اللي جاية هتكون ايه. Universe, please tell me, amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, what are the most important messages coming forward towards Pisces
during this period of time and onward in regards to love and relationships. الرسائل دي مش شرط ان هي تكون من الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده، ممكن تكون من اي حد تاني في حياتكم، بس ممكن يكون فيها رسالة او اتنين من الشخص ده. آه، او ممكن تكون من اي حد تاني معجب بيكوا، عنده مشاعر ناحيتكوا، عايز يتعرف عليكوا، عايز يتقدم لكوا، عايز يخطبكوا، عايز يتجوزكوا، بلا 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 بلا، كل الكلام ده يعني. اوكي، من خلال الابراج اللي انا هقولها هتقدروا تعرفوا الشخص ده ممكن يكون مين في حياتكم. اوكي. مبدئيا انا حاسس ان الشخص ده عايز الامور بينكم تمشي، بس من غير ما هو يعمل اي حاجه يعني. وقاعد هو عايز يبقى قاعد حاطط رجل على رجل، وكل حاجه تتعمل له هو كأنه هو ملوش دخل فيها يعني. اوكي. آم، يعني عايز الوضع بينكم يتحسن، بس زي ما يكون مش عايز يبذل فيه مجهود يعني. اوكي. آم، يعني عايز كل حاجة كده تقدم له معلقة ذهب يعني. الصلح يحصل والأمور تتحسن، وانتوا تروحوا له وتعتذروا له وتقولوا له شبيك لبيك عبدك ما بين ايديك. اوكي، انت مش لازم تعمل اي حاجة، احنا هنعمل كل حاجة بالنيابة عنك. في الاحساس ده، في السنس ده. بس كمان في سنس ان هو ممكن يكون عايز يبين لكم ده عن قصد، يعني ممكن يكون حابب ان هو يعمل كده عن قصد، ان هو ما يبذلش اي مجهود ويبين لكم ان هو مش مهتم قوي. اوكي، بس هو اكشلي من جواه مهتم. فاهمين قصدي؟ اعتقد ان السيناريو ده ممكن يكون اوقع. يعني هو ممكن يكون عايز يبين لكم ان هو he doesn't care، خلاص whatever happens happens، خلاص I don't care I don't give a fuck. بس هو اكشلي مهتم، هو اكشلي نفس الوضع بينكم يتحسن، بس ما يبينش ده. برج الدلو، برج القوس. آه عندي احساس ان انتوا عايزين تصلحوا الموقف مع الشخص ده، بس ما بتقولوش. زي ما تكونوا كده آه مش معلقينه، بس خليني اقول ان انتوا بتحاولوا تشوفوا الامور من اكتر من وجهة نظر يعني. بس من ضمن وجهات النظر المطروحة في الموضوع ان انتوا تسيبوا الامور معلقة لغاية اخر وقت. اللي هو اوكي انا هصلح، بس مش هصلح دلوقتي، انا هصلح يعني خلاص في اخر قطرة. انما احتمال كبير ان انتوا ما تكونوش بتقولوا الكلام ده. يعني احتمال تكونوا انتوا على المستوى الشخصي فعليا حاسين انه من الاصلح ان انتوا تصلحوا مع الشخص ده، بس مش عايزين تبينوا اللي جواكوا ده. كتومين يا برج الحوت، انتوا كتومين اليومين دول، مش عارف ليه، مع ان عندكم الشمس. كل سنه وانتم طيبين، صحيح أنا نسيت انتوا عندكم الشمس في الحوت، ف it's your birthdays time يعني، فترة أعياد ميلادكم، كل سنة وانتم طيبين. بس انتوا الفترة دي المفروض ما تكونوش كتومين كده، لأن ميركوري عندكم في برج الحوت، فالمفروض تكونوا ابتديتوا بقى يعني تعبروا شوية عن اللي جواكوا ده. وأنا عندي إحساس بما إن ميركوري موجود عندكم في برج الحوت، إن انتوا إذا ما كنتوش الفترة اللي فاتت دي بتتكلموا كتير، فأنا عندي إحساس إن انتوا بتعيدوا يعني بتعيدوا جدولة الموضوع في كده في دماغكم، بتعيدوا النظر في مواقفكم المتعلقة بالكوميونيكيشن وبإظهار اللي جواكوا قوي. احتمال تكونوا الفترة دي قادرين على فكرة على التعبير بشكل مختلف عن الأول. فأنا شايف إن انتوا عندكم قدرة إن انتوا تصلحوا الموقف مع الشخص ده لو كلمتوا. بس هل انتوا هتتكلموا ولا هتفضلوا مأجلين كده؟ That's the question. أنا شايف برج القوس، برج الميزان، برج الحوت. بص، هو بصراحة هو عنده إحساس إن اللي حصل بينكوا ده مش هيوصل لنتيجة مرضية على الإطلاق. في إحساس إن هو متشائم شوية من الحاجات اللي حصلت ما بينكوا وما بينه، بس زي ما يكون مستني يشوف رد الفعل هيكون عامل إزاي ستيل. يعني أيا كانت الخلافات اللي حصلت ما بينكوا وسوء التفاهم اللي حصل ما بينكوا، احتمال يكون الشخص ده بيشتغل معاكوا على فكرة. حد معاكوا في الشغل يعني، جايز يكون حصل بينكوا كلاش أو حاجة، وجايز الشخص ده منتظر يشوف الوضع بينكوا هيتحسن ولا لأ، على الأقل على مستوى الكوميونيكيشن.
تاني يشوف هتكلموهم ولا لا. على الاساس ده هيبتدي هو يقرر هو هيتصرف ازاي معاكم الفترة اللي جاية. برج الاسد، برج الثور. غريبة، هارش قوي الانرجي دي كده، صعبة جدا. في احساس بالبعد كده والبرود شوية في التعامل ما بينكم، يعني يرتقي الى مرتبة النهاية. يعني في برود بسبب النهاية اللي حصلت بينكم دي، بس انا شايف ان في فرصة الامور بينكم ممكن تبتدي تتحرك شوية. انا شايف ان في فرصة ممكن تبتدي الامور تتحرك شوية. جايز الشخص ده ابتدى يفتقدكم على المستوى سexual شوية. انا عندي احساس ان هو ابتدى يفتقد شوية السكشواليتي معاكم، برغم البرود والنهاية اللي حصلت دي، الا انه في شعلة كده ابتدت تنور عنده، ممكن تغير الموقف الى حد ما. ففي بداية تغيير للنهاية اللي حصلت دي، بس في برود في استيعاب الحرارة اللي طالعة من الشعلة دي. فهل الشخص ده هيتعامل مع السبارك دي او الشرارة دي بشكل ذكي ولا بشكل متخلف؟ I don't know. بس انا شايف انه في امكانية انه الوضع اللي بينكم ده يحصل فيه تغيير في ظل السبارك، الشرارة اللي ظهرت دي او الفكيرة اللي طلعت فجأة دي. آه، في نور في نهاية النفق ابتدى يظهر بعد ما كان النفق كله ضلمة. انا شايف ان بقى في نور كده في النهاية. فده معناه انه في امكانية ان النهاية دي على فكرة تتغير. آم، اذا حد قدر يستغل الفرصة المتاحة دي. اعتقد ان الحد ده ممكن يكون هو، لان انتوا مش سورد انرجي، يعني مش اير انرجي، انتوا ووتر انرجي. انا عندي احساس ان الشخص ده آم، جايز يكون في فرصة قدامه في الوقت الحالي ان هو يعدل السيناريو اللي موجود بينكوا ده، بس في احساس ان هو جبلة كده ما بيستغلش الفرصة دي. مازال الغرور والكبرياء والبرود الطريقة الرسمية في التعامل والماسك الحديد اللي لابسه ده مسيطر على الأجواء. بس الشرارة دي فاير انرجي، دي قوية جدا، دي يعني تدوب ألاسكا كلها. مش جبل ولا جبل، مش جبل ولا جبلين يعني تلج، لا دي تدوب القطب الشمالي كله. أنا حاسس بحرارة طالعة من الورق، من الكارت ده بالتحديد. هيت، في هيت كده طالعة منه، يعني لدرجة ان انا مش حاسس بالبرود بتاع السيوف اللي حواليه، على قد ما انا حاسس بالحرارة بتاعت الكارت ده. ممكن يلسع كمان. انا شايف برج الميزان، برج الجوزاء، برج الحمل. في فرصة بينكم وبين الشخص ده اذا قدر يستغلها الفرصة دي. حاسس انها فرصة قوية جدا. um, definitely في فرصة. في فرصة بينكم للرجوع عن موقف حصل ونهاية مؤلمة حصلت ما بينكم وما بين الشخص ده. في فرصة أكيدة. زي ما قلت لكم، برج الميزان، برج الجوزاء، برج الحمل. والله هو بصوا، هو الانرجي بتاعته مش وحشه بصراحه. يعني كينج اوف بانتكلز، كوين اوف وانز، الاثنين جنب بعض كده بصراحه انا بحس ان هما اتس لايك ا باور كابل كده اكشلي. اي نعم مش باور كابل زي ذا كينج اوف بانتكلز اند ذا كوين اوف بانتكلز، لان هما الاثنين بانتكلز شبه بعض. لا بالعكس، انا بحس ان ذا كوين اوف واند وذا كينج اوف بانتكلز الاثنين ممكن يكونوا بيعملوا كده بوندنج غريب. عارفين الشامي على المغربي يعني، اللي هو فبيكملوا بعض في حاجات في أصعدة مختلفة، فبيكونوا باور كابل. من وجهة نظري ذا كوين اوف وانز اند ذا كينج اوف بانتكلز ممكن يكونوا باور كابل كويس قوي. كينج اوف بانتكل اصله ممكن يكون رزين زيادة عن اللزوم، احيانا بيكون بورينج قوي، بس the queen of wands she's happy, she's nice, she wants to go go go. عندها الانرجي اللي هي بتاعت التنطيط والرقص والاب اند داون والكلام ده كله موجود عندها، وبتحب تلبس وبتحب تتشيك and she's sexy and she's beautiful.
كل الكلام ده موجود فيها. فاعتقد ان الكينج اوف بنتكل محتاج حاجه زي كده في حياته يعني. اللي هو محتاج الكوين اوف وانز عشان تبتدي تطلعه من السيريسنس اللي هو فيها، او الجديه الزياده عن اللزوم اللي هو عايش فيها دي. فبحس ان هما باور كابل كويس. بس المشكله انه انه الحاجتين دول لما بيجتمعوا مع بعض بيكون يعني باور زياده عن اللزوم، بتبقى قوه يعني. على اعتبار ان الانرجي دي موجوده في الشخص اللي انا بتكلم عنه، مش في اتنين، في شخص واحد بس. فانا شايف ان ده واحد عارف كويس قوي هو عايز ايه، بالاضافه لان هو يعني يقدر في نفس الوقت يغير مجريات الامور والاحداث للاتجاه اللي هو عايز يعمله او اللي هو عايز يوصل له. فبالتالي في الاخر بيبقى صعب عليه ان هو يصلح اي حاجه. مش فاهم انتوا فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ في احساس بالايجو شويه في الورق ده، بس في احساس بالايجو اللوجيك الممنطق، اللي له منطق، اللي له رسوخ، له فاونديشنز، له اسس. اوكي. يعني ده واحد كل القرارات اللي هو بياخدها هو مقتنع تماما ان القرارات دي صح، وفي نفس الوقت بيعرف يعبر عنها بشكل it's not boring، بشكل غير ممل، بشكل يعني لو قعد في اي ميتنج الناس كلها هتقوم تسقف له من كتر ما هو enthusiastic. يعني عنده القدرة على توصيل المعلومة بالشكل الصحيح. فاعتقد ان هو حتى لو برغم ان هو الشخص ده ما بيحاولش ان هو يصلح الموقف اللي بينكم وبينه، الا ان هو بيديلكوا الامبريشن ان هو حتى وهو ما بيصلحش الموقف ده هو على حق. معرفش ازاي، بس ده اللي انا حاسه من الورق ده. يعني لو هترجمها لكم كده بشكل ابسط شويه، هو اوكي همسكها من البدايه. الموقف اللي بينكم، الشخص ده انا مش شايف ان هو بيصلح الموقف ده، بس هو عنده القدره ان هو يصلح الموقف ده، بس هو ما بيعملش كده. هو ما بيحاولش ان هو يصلح الموقف برغم ان هو قادر يعمل ده. بس الغريب في الموضوع ان انتوا ممكن تكونوا شايفينه عنده حق في اللي هو بيعمله في تصرفاته، حتى لو هو ما بيسعاش الى حل الخلافات. فانتوا شايفين ان هو جايز يكون عنده حق. جايز كان في طرف تالت داخل في الموضوع ده. اوكي. ويمكن عشان كده الشخص ده ما بيحاولش يصلح الموقف، لان هو شايف ان في طرف تالت داخل في الموضوع ده، وهو مش محتاج ان هو يتعامل مع الموقف ده، وعنده احساس ان هو اكبر من كده. مش عارف، انا عندي احساس ان الطرف الثالث اساسا كان داخل في الموقف ده بصدد الغيره او بصدد اثاره الغيره. اوكي. فيمكن عشان كده هو حاسس انه وجود الطرف الثالث في العلاقه او في الموقف اللي بينكم ده ممكن يكون بصدد ان هو يثير غيرته. فبالتالي هو مش عايز يبلع الطعم ده فمفكسن فيها. برضه احتمال. آم... اللي انا اقدر اقوله ان الشخص ده يقدر يتعامل مع الموقف، بس هو ما بيتعاملش معاه. هو شايف انه احسن له ان هو ما يتعاملش معاه. كبرياءه ممكن يكون بيمنعه، الايجو ممكن يكون بيمنعه. جايز يكون متخيل ان هو مش محتاج ان هو يغير. انه there's a lot of fish in the sea، في سمك كتير في البحر. في الاحساس ده. السيناريو التاني بس انا مستبعده شوية، انه ممكن يكون الطرف التالت عند الشخص ده وهو شايف ان هو من حقه ان هو يكون عنده طرف تالت في حياته. بس انا بستبعد السيناريو ده شوية. انا ميال اكتر للسيناريو الاولاني. برج الجدي، برج الحمل، برج سرطان. خلينا نشوف الحظ الفترة دي هيجيلكم من انهي ساين او من انهي برج. Universe, please tell me, amongst the 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, which is the luckiest house for Pisces during this period of time and onward? بيت ال 12. بيت 12 عندكم هو برج الدلو. يعني حاليا برج الدلو تقريبا شبه فاضي، مفيش فيه حاجة خلاص. كان موجود فيه ساترن، بس ساترن دلوقتي مشى، جه عندكم في الحوت. اهلا وسهلا. ساترن في الحوت بقى
هيغير لكم حياتكم شوية. خليني اقول لك كده بشكل لطيف عشان ما تتخضوش. بس هو ساترن كده دخلته في الحوت هتحسوا ان ايه ده، هو مال الدنيا متشقلبة كده ليه؟ ساترن لما بيدخل في اي حتة لازم يشقلبها كده شوية. فوجود ساترن عندكم في الحوت هيعمل لكم شوية ريستراكشرنج في حياتكم، هيخليكم تعملوا كده زي رينوفيشنز، تجديدات في العمارة، في المبنى، في الفيلا. هيعمل تشيك اب كده على كل الحاجات البايظة عندكم في برج الحوت، وهيبتدي يفكر ان هو يصلحها. بس احنا لما بنتكلم على برج الحوت، فبرج الحوت ده بيت اللي هو البيت الاول بالنسبة لكم، يعني على اعتبار ان هو بيبقى برج الحوت. فعلى اعتبار ان البيت الاول عندكم هو برج الحوت، في الحالة دي هو انا بتكلم على التظبيطات اللي ليها علاقة بالفيزيكال ستراكشر او بالاساسات المتعلقة بالصحة البدنية in general. اوكي. فانا لو بتكلم بقى على الصحة البدنية عندكم في البيت الاول في برج الحوت، ده معناه ان انتوا هتبتدوا دلوقتي، ساترن هيخليكم تبتدوا تفكروا في حاجات انتوا ما كنتوش بتفكروا بيها قبل كده. صحتكم الجسمانية هتبقى برايورتي بالنسبة لمعظمكم. اوكي. فول تشيك ابس بقى على جسمكم، هتهتموا اكتر بصحتكم، كل الحاجات ليها علاقه بالفيزيكال هيلث هتتعمل. هتبقوا سبورتي اكتر، ممكن تلاقوا نفسكم بتجروا اكتر، بتهتموا اكتر بتروحوا الجيم اكتر. فتنس بقت بالنسبه لكم، والدايت الافري داي دايت، الحياه اليوميه، الاكل، كل حاجة بالنسبة لكم فيما تتعلق بصحتكم البدنية وصحتكم الجسدية هتبقى يعني under the microscope زي ما بيقول، تحت الميكروسكوب كده، اوكي، تحت المجهر يعني. وساترن بقى من النوع اللي ما بيهزرش، اللي هو اول لما هتتقاعسوا في حاجة هتلاقوه راح ايه اللي هو مصحصحكوا كده على طول. هتلاقوا مثلا وزنكم زاد شوية، دروسكم ابتدت توجعكم شويه مثلا، يعني اوكي انا بديلكم امثله طبعا. فلازم في خلال الفتره دي انتوا صحتكم البدنيه تكون برايورتي بالنسبه لكم، تكون هي ليها اولويه قصوى في حياتكم. آه، ودي حاجه كويسه ان الواحد يهتم بصحته. احنا كلنا عموما ان جنرال مع ضغط الحياه والشغل والعمل اوقات كتير جدا بنلاقي نفسنا مركزين في حاجات ملهاش اي علاقة ما بتفيدناش على على المستوى الصحي ولا على المستوى الجسدي. كل العادات والحاجات اللي احنا بنعملها في خلال اليوم معظمها بتبقى حاجات مضرة. فانا شايف ان وجود ساترن عندكم في البيت الاول هيبتدي كده to ring a bell in your ears، يعني يبتدي يفوقكم كده شوية. لا 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 لا، النظام القديم ده ما ينفعنيش، انا عايز التزام فيما يتعلق بالصحة الجسدية، عايز نظام غذائي، نظام يومي، نظام صحي، نظام جسدي، نظام دايت. كل الكلام ده هتلاقوا نفسكم فجأة ابتديتوا تعملوه وهتلتزموا بيه. وتأكدوا ان ساتورن لما بيدخل في مكان، لما بيسيبه دايما احسن من لما يدخله. ف انا مبسوط ان ساتورن عندكم في برج الحوت، ده معناه ان انتوا في خلال الفترة دي هتكتشفوا حاجات كتيرة جدا، وهتتعلموا حاجات كتيرة جدا ممكن يكون ليها علاقة بالفيزيكال هيلث ما كنتوش عارفينها قبل كده. آه بس بما ان احنا بنتكلم عن بيت ال 12 اللي هو برج الدلو، فده هيرجعني تاني للبيت 12 عندكم. الحظ عندكم في البيت 12 يعني في بعض المراجعات اللي انتم محتاجين تعملوها في خلال الفترة دي، والمراجعات دي ممكن تكون في صالحكم. اوكي، خاصة اذا كنتوا بتراجعوا بعض الامور اللي ليها علاقة بالكوميونيكيشن او بالتواصل اللي حصل ما بينكم وما بين الاخرين في وقت من الاوقات. خاصة ان يورينوس من النوع اللي هو الامبالسيف قوي او الانفعالي قوي، كوكب انفعالي قوي يورينوس ده، وهو موجود عندكم في البيت الثالث. فده معناه ان انتوا احيانا بتلاقوا نفسكم بتقولوا كلام جايز ما تكونوش عادة مش هتحبوا ان انتوا تقولوه، وبتلاقوا الكلام ده بيطلع فجأة او بيتقال فجأة وانتم ما بتبقوش عارفين. يعني بتسألوا نفسكم انا ازاي قلت الكلام ده، أنا مش متعودة او مش متعود ان انا اقول الكلام ده، يعني الكلام ده طالع مني ازاي. اهو ده بقى يورينوس. اوكي. فوجود يورينوس في البيت الثالث، وهو اساسا الرولر بلانت بتاع البيت ال 12، فده معناه ان انتوا اوقات بتلاقوا نفسكم يو بيرستنج كده، اللي هو بتنفجروا. لو انتوا متعودين ان انتوا تكونوا كتومين مثلا على المستوى العادي،
بوجود يورانوس في البيت الثالث، يمكن على مدار السنة اللي فاتت ولسه قدامه كمان سنتين في الطور، هتلاقوا نفسكم بقيتوا انفعاليين قوي. اي حاجة بتحسوا بيها عايزين تعبروا عنها على طول، او اوقات بتقولوها من غير ما تحسوا، اللي هو بقت حاجة طبيعية بالنسبة لكم ان انتوا to reflect your inner side، او تعبروا عن اللاوعي بتاعكم، في حين ان انتوا قبل كده ما كنتوش تعملوا كده، بس فجأة الاوضاع اتغيرت. ده بسبب وجود يورانوس عندكم في البيت الثالث. فاعتقد ان انتوا ممكن تكونوا بتحاولوا تعملوا كنترول شويه على الموضوع ده، اللي هو لا لا لا، بقول لك ايه، الكلام ده ما ينفعش ابقى قاعد بتكلم مع مديري مثلا وبعدين فجاه اروح قايل له طز فيك لمجرد ان انا حابب ان انا اقول له الكلمه دي فبقولها له يعني. فاللي هو الى حد ما بتحاولوا تلموا الدور شويه، بتحاولوا تعملوا كنترول على الطريقه اللي انتوا بتتواصلوا بيها مع الاخرين، وبتراجعوا نفسكم كويس، وبتراجعوا الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه كويس قبل ما يتقال. لانه جايز يكون البوزيشننج ده بالتحديد ممكن يكون سبب لكم بعض المشاكل في خلال الفتره اللي فاتت في الاكسبريشنز، التعبيرات. كنتوا تلقائيين زياده عن اللزوم، اوكي، في بعض المواقف اللي ما ينفعش ان انتوا تكونوا فيها تلقائيين، محتاجه شويه شيء من الكياسه كده في العرض. فجايز يورانوس ما كانش مديلكوا الفرصه للموضوع ده. بس عموما انا شايف بما ان الحظ عندكم في البيت ال 12، فانتوا هيبقى عندكم القدره ان انتوا تعملوا الكنترول ده الى حد ما. توقعوا ان انتوا في خلال الفتره دي هتكونوا حابين تقعدوا مع نفسكم اكتر من اي وقت ثاني، اوكي. واذا قدرتوا تقعدوا مع نفسكم في خلال الفتره دي، فتاكدوا ان انتوا هتوصلوا لبعض هتوصلوا للويزدم او لشيء من الحكمه، من الصعب ان انتوا تلاقوه في اي مكان تاني غير مع نفسكم. خليني اقولها بالشكل ده، يعني بمعنى اخر هتلاقوا نفسكم you're enjoying yourself company، بتتمتعوا بصحبة نفسكم في بعض الاوقات. ودي حاجة صحية جدا على فكرة. يعني الواحد من وقت للتاني محتاج ان هو يصاحب نفسه، ويبقى قاعد مع نفسه، ويتكلم مع نفسه، ويعاتب نفسه، ويراجع نفسه. ف انا شايف ان دي هتبقى حاجة constructive أوي في حياتكم، حاجة يعني بناءة في حياتكم الفترة اللي جاية، إذا قدرتوا تستثمروها بشكل إيجابي. كمان بالإضافة كده توقعوا إن أنتوا إذا كان في بعض النهايات والبدايات اللي ممكن تكون حصلت في حياتكم الفترة اللي فاتت بخصوص بعض الأشخاص اللي أنتوا متعودين إن أنتوا تتكلموا معاهم، فأنا أعتقد إن أنتوا ممكن تكونوا في خلال الوقت ده بتراجعوا النهايات دي. يا ترى هل النهايات اللي حصلت مع الناس دي كانت مطلوبة، كان المفروض إنها تحصل، ولا احنا كان ممكن نتصرف بشكل مختلف؟ حاجة شبه كده، اوكي. ده بالاضافة لان انتوا ممكن تكونوا في الفترة الحالية بتفكروا عايزين تملوا شيء من الفراغ اللي موجود في حياتكم عن طريق ان انتوا تاخدوا كورسات معينة، اوكي، بحيث انها تقدروا من خلال الكورسات دي تقدروا تخدموا اهدافكم، اوكي. واعتقد ان بالنسبة لمجموعة منكم ممكن تكون الكورسات اللي انتوا بتحبوا تاخدوها في خلال الفترة دي على سبيل المثال حاجات كلها متعلقة بعلم النفس، حاجات سايكولوجي، حاجات ليها علاقة مثلا بالتارو أو بالأسترولوجي، بعلم الفلك. آه حاجات كده، حاجات ساينسز نفسية أكتر منها علمية. فمجموعة منكم ممكن تكون عندها الانترست ده في خلال الفترة دي. آه ركزوا كتير مع الاحلام اللي بتجيلكوا الفتره دي، خاصه الرؤى. انتوا عارفين الرؤى بتيجي دايما في الفتره اللي هي بتاعه الفجر دي. I don't know، الناس كلها بتقول كده، انا الحقيقه ما عنديش فكره. انا بعتبر كل الاحلام meaningful، سواء بتيجي الساعه 12 او الساعه 4 او الساعه 10 الصبح، ما بتفرقش طالما ان هو حلم. دايما بصحى من الحلم ده ببقى عايز اعرف معناه ايه. فعموما الفتره دي هتلاقوا في الاحلام ردود كتيره على بعض التساؤلات اللي ممكن تكونوا محتاجين إجابات عليها. فحاولوا تفتكروا الأحلام، ما تنسوهاش. ولو انتوا من النوع اللي بينسى الأحلام، حاولوا أول لما تصحوا من النوم كده تفكروا نفسكم بيها، لأنها بتتنسى after like 5 minutes ولا حاجة. بتمنى لكم التوفيق، وبشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات اللي بتكتبوها في الكومنت سيكشن. إذا حابين قراءة خاصة، الإيميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس. إذا أول مرة تشوف القراءة، لو عجبتك بليز لايك شير سبسكرايب عشان نوصل الشانل لأكبر عدد ممكن من الناس. في لينك في الديسكريبشن بوكس توصلكم للبلاي ليست بتاعت الشانل.
إذا حابين في أكتر من 1600 فيديو more than welcome تتفرجوا عليهم. it's all free. خدوا فكرة عن الناس اللي بتحبوهم، الانرجي بتاعتهم عاملة ازاي عشان تعرفوا تتعاملوا معاهم في المستقبل. مرة تانية بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات. أنا زايم من تارو channel. I love you all and I'll see you when I see you. Ciao.